السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كراكم دايرين البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا باحسن احوالكم يا رب. جيتكم بمطلوع ما شاء الله من عين شغلكم فيه وقليل، مطلوع نتاع الطاجين بالسميد والفارينة. يجي بسم الله ما شاء الله، يجي منفخ كيما راكم تشوفوا في لا فيديو، يجي فارغ من الداخل في نفس الوقت ما فيش كامل هذاك البابا. شوفوا، تبعوا الفيديو رايحين تخلوا لي دعاوي الخير على بالي. قبل ما نبدو الفيديو تاعنا بلا ما ننسوا نصلوا ونسلموا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي راهي أول مرة تشوف القناة وعجبك الفيديو والمحتوى، ما تنسيش الابوني والجيم. الله يسهلكم ليا ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي تكون في ميزان حسناتكم. شوفوا الخبز كيفاش يجي، ولا المطلوع نتاعنا كيفاش يجي، ما كانش كيما خبز الدار. يكذب عليك اللي يقول لك الخبز تاع برا ينافس خبز الدار. خبز الدار كاع وحده، فيه واحده الريحه وواحده الطعم، تحسي بنة زمان ديك الريحه وانت طيبي فيه ما شاء الله. سيرتو الطاجين تاع الطين ننصحكم كامل تشروه. قبل البنات من نروحوا للوصفه نتاعنا في المقادير وطريقه التحضير، نقسمها لكم تشوفوا مصداقيه الوصفه. راكم تشوفوا يجي فارغ في نفس الوقت. شوفوا هذوك الثقوب اللي يجوا في الخبز، بسم الله ما شاء الله. ما كانش من اليوم اللي تقول لي بعد هذا الفيديو ما ينجحليش المطلوع وما يجينيش شباب. كامل يجيكم شباب ان شاء الله، وكامل ديروه وتفرحي عمرك وتفرحي وليداتك. نروحوا مباشره في المقادير وطريقه التحضير، بسم الله على بركه الله. بالنسبة للخميرة رايحة نستعمل أنا هذه باك مايا، ديما نستعملها سواء في لامونة ولا كاع العجائن اللي يخمروا نستعمل هذه باك مايا. بغيت نوريها لكم. عندي 2 كيسان ونص نتاع الماء دافي. الا كنتو في الصيف كانت سخانه ديروا الماء من الروبيني عادي. عندي مغرف نتاع خبز خميره الخبز. عندي كاس نتاع السميد. عندي مغرف صغيره نتاع السكر. ونفس الكاس اللي عبرت به رايحه ندير به السميد استعملت موله، هي من الاحسن عمور راه يجي لا مارك تاعها راه يجي زعما الملوي تاعها ولا الخبز راه يجي شباب. بصح كان عندي موله استعملته. نجيب هنايا الكاس الاول تاع الفارينه، 2 كيسان ونص نتاع الماء مع كاس نتاع سميد، ونزيد كاس تاع فارينه. ديروا مغرف تاع السكر باش تجينا هذيك لا دوغ شابه في المطلوع، ويكسر لنا ديك الريحه تاع الخميره. نبقى نخلط غير بسباتيل كيما هكا. رايح يجيكم فيه داك الثقوب بسم الله ما شاء الله. حتى الخميره صورتها لكم بالنسبه للاخوات يقولك زعما طحت فيه خميره ماشي شابه، خميره عيانه. نستعمل انا هذه باك مايا. جبت غير بالمغرف تاع سباتيل ونبقى نخلط في داك السميد مع الفارينه والمكونات اللي درناها. استعملت انا 2 كيسان ونص الكاس تاع الاخت ام وليد ولا كاس المقاهي، كل واحد كيفاش يقوله، كاس تاع 220 مليلتر. هاد الكميه رايحه دير لنا ربع خبزات. بغيتو تضاعفوا المقادير راح تقطع لكم 8 خبزات. نخلي حتى هاد الخليط يتفاعل مليح. شوفوا كيفاش خليته حتى تفاعل غايه. روحي قضي كاش صالحه عندك وخليه حتى يتفاعل في خاطره. راكو تشوفوا رايحه نبقى نضيف في الفارينه، نضيف الفارينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه. شوفوا كيفاش راني نخبط فيه غير بالمغرف. بعد ما تفاعلت نبقى نخبط فيه بالمغرف. علاش نخبطوه؟ باش يجينا الخبز تاعنا مهوي ويجينا فيه هذوك الثقوب. نجيب الكاس الاول نعطيكم مقادير مضبوطه، حتى النوعيه تاع الخميره عطيتها لكم. هنايا نجيب حوالي مغرف كبيره نتاع الملح ممسوحه، ما تكونش بومبي معمره كاع مقبه. الملح ما ضفناش في البديه، نضيفوه حتى من بعد. بغيتو تزيدو ضيفوا 2 مغارف تاع الزيت، ضيفوا 2 مغارف تاع الزيت. انا مبغيتش نضيف له الزيت. الخبز تاعنا خميره وماء والفارينه هذا ما كاين. الفارينه والسميد راه متوفره في كل بيت. خدمي كيما هكا لوليداتك، خير ملي نبدلو شويه هكا تحتاجي حتى في لي ساندويش هاد الوصفه. نبقى نخلط هكا غير بالمغرف. علاش راني نخلط بالمغرف هكا؟ باش الخبز تاعنا يجينا مهوي البنات، خير ملي نعجنه. ونبقى نضيف في الفارينه بالتدريج حتى نتحصل على العجينه ما تنشفوهاش تيبسوها وما ديروهاش تاني مطلوقه اللي تلصق لكم كي تبقوا تقرصوا فيها. نزيد نضيف الفارينه حاولوا تخيروا نوعيه جيده اللي ما تكونش كحله.
تشوفوا ديك الفرينه كحله ما كان له ديروا، ما كان عليه تعايروا روحكم تخدموا بها. حاولوا تخيروا نوعيه تكون مليحه. كاين سفينه، كاين اميراتي، كاين بزاف انواع املاح، كاين ماما تاني يجي بها المطلوع. نبقى نضيف فيها، مانيش نعجن، راني غير نلم فيها، ما تعجنوا ما والو. صاير انا خلطنا بديك السباتيل، هذيك هي خدمتها. دوك نقول لكم كاع شحال ديت لي فرينه. ضفنا 2 كيسان الوالا، كاس فرينه وكاس سميد، وزد دركا ضفت 3، معناتها راني في 5 كيسان. وانتوما كاين الفرينه اللي تتشرب وكاين الفرينه اللي ما تتشربش، كل فرينه وكيفاش. نتوما نوريكم القوام ان شاء الله اللي تحصلوا عليه هنايا. ما تتبعوش المقادير اللي درتها تاع الكاس، ممكن تديلكم قل، ممكن تديلكم اكثر. صاي هنايا سي بون، راهي واجده. نحاول نقي غير هذيك القصعه، عندي هذه القصعه تلمد لي بزاف العجين، عكس القصعه البيضاء اللي عندي. بصح نبغي الاغلبيه نبغي نعجن فيها تعطيني نتيجه شابه في المطلوع. زعما كبيره شويه نلقى راحتي فيه كي نبقى نلين فيه. نحاول نخبطها غير واحد شويه، وندير لها شويه تاع زيت من الفوق، ونغطيها كيس بلاستيكي ونخليها تخمر الخمره الاولى برك. بصح الا بغيتو يجيكم داك الخبز كي تكونوا تحلوا فيه، يجيكم هذوك خيوط فيه، هذاك ودو تخبطوا وتعاودوا خمروه 3 مرات. انني باغيته يجيني مطلوع في الطاجين تاع الطين، مش باين نديرها في الكوشه ومانيش باغيه يجيني فيه هذوك الخيوط، باغيته يجيني فارغ من الداخل. صاي هنايا بعد ما خمرت راني ديكازيتها، خرجت لها كامل هذاك الخمور. نقرصها ربع خبزات. قلت لكم هذيك الكميه عطيتها لكم، دير ربع خبزات متوسطين، ماهمش كبار كاع كبار وماشي كامل صغار. حاولوا تاني تقرصوا على حساب الطاجين اللي عندكم، ماشي ديروها كبيره الطاجين تاعكم صغير، حاولوا ديروا حساب الطاجين. نديرها 4 قرصات متساويين. جاتني هنايا في القرصه الواحده 300 غرام. زعما هكا اللي يبغوا الاخوات اللي يبغوا المقادير مضبوطه واللي يبغوا الميزان. هنايا نحاول نديرها في السميد رطب كيما راكم تشوفوا، وما ديروهاش في المتوسط يطلق لكم الدخان بزاف وما يجيكمش المطلوع تاعكم ما شباب. ديروا كي دائما كي تبغوا تسمسلوا الخبز تاعكم ديروا بالرطب اللي درناه في العجينه. نكمل هذوك 4 خبزات نقرصهم ونديرهم، حاول نخليهم واحد ربع ساعه ولا يزيدوا يطلعوا غير واحد شويه، ومن بعد عاد نخبزهم ونحاول نبلعها مليح من تحت هكا باش يجيني هذاك الخبز منفوخ كيما راكم تشوفوا. اللي يبغوا مقادير صغيره 4 خبزات جربوا ومن بعد ضاعفوا المقادير. نكمل كامل الخبزات. راني موجده الطاجين يسخن تاع الطين، راني دايرت لكم وصفه بالطاجين مشبك تاني اللي راها باغيه الوصفه، دايرت لكم وصفه في الكوشه. رايحه نخلي لكم كامل الوصفات هادو في صندوق الوصف ولا في تعليق مثبت اللي تبغي تشوف الوصفات. بغيتي ديري تاع الطاجين ديري، بغيتي ديري تاع الطين اختياري بقى عندكم. ندير الطاجين تاعي يحمى وما نقويلهش النار تكون ناقصه البنات كيما نطيبوا تقريبا كيما نطيبوا الملوي ولا الفطيره. ندير الطاجين يحمى ولا يسخن ونولي للمطلوع تاعي بعد ما تفوت عليه ربع ساعه. بعد ما تفوت عليه شوفوا النار، بغيت نوريكم النار تاني بالنسبه للاخوات اللي يبغوا يشوفوا النار المتوسطه ولا زايده، لازم النار تكون ناقصه. كي تقرصوا الخبزات تاعكم ديروا الطاجين تاعكم يحمى، خلوه ربع ساعه ولا على حسب درجه الحراره تاع المطبخ ولا على حسب اللي كنا في الصيف في الساعه تطلع، كنا في الشتاء طول شويه. انا الحال راه عاد شويه بارد، خليتها حوالي ربع ساعه، بعدها نبقى نهبط فيها ولا نخبز فيها. تبغوا ديروا بالوراق في الساع، تبغوا ديروا بيديكم. انا وحده درتها بيدي ووحده درتها بالوراق. شوفوا هنا ما ديروش بصباحكم، ديروا غير بالكف كيما راكم تشوفوا، غير بكفوف تاع يديكم. نبقوا نقلبوا فيها حتى تنتحلي كامل ديك الخبزه. ما ديروش الخبزه تاعكم غليظه ما يجيكمش المطلوع شباب، وما ديروهاش رقيقه كاع رقيقه تجيكم مصفحه. والخبزه اللي حليناها الاولى هي اللي نطيبوها، ولا ماشي نخبزوها من نطيبوها من تاني، نخلوها حوالي ربع ساعه واحده اخرى.
عطيتكم جميع اسرار نجاح المطلوع. وحتى اللي راهي بغيت تخدمه كمشروع نقول لك ربي يوفقك ان شاء الله. تاني مشروع تاع المطلوع ما لاباس به كما يقول لك، زعما ما كاش حاجه ما فيهاش تعب، كاع فيهم التعب صح. اي حاجه حلاليه وتدخل لك مصروف حلالي مرحبا بها، وخدميها واسترزقي منها، وعلاش لا؟ ما خدمه ما راهيش عيب، كي تمدي يدك للناس هي اللي عيب. ما تتصنتيش هضرة الناس راهي شا تخدم واش راهي تبيع، خدمي حاجه قلت لك تدخل لك مصروف حلالي خدميها. ما تكونيش من هذوك الناس اللي تصنتوا. كاين بزاف اللي عايروهم راهم يبيعوا المطلوع، راها تبيع لك يا اختي راني نبيع في المطلوع وراني ترزق، وليت كوموندي المطلوع تكوموندي صوالح واحد اخرين. خدمه تجيب خدمه، هي العيب الناس اللي تمد يدها ولا اللي تقعد مقابله دوك الناس وتقعد تضحك. اللي يضحك العام طويل. ليسونسيال انت تكوني لا لهم وتكوني خير منهم، لانه الوقت اللي رانا فيه كون تفرضيش روحك الناس توقف كما يقول لك تاكلك. يبغوك تكوني يا كيفهم يا تحتهم، ما تكونيش خير منهم. نقولوا الوصفه تاعنا. المهم الاخت اللي كتبغي تبيع المطلوع وقالت لك عايروني، انا نرد على اختي خدمي المطلوع بيعي اللي بغيتيه، ليسونسيال تبيعي في الحلال. هذه هي. شوفوا البنات هاد اللي سد الطابله اللي دايرتهم تاع المطلوع، اللي راهي بغيت تخدم ولا تكوموندي مرحبا بها. خليكم رقم الهاتف. وبالنسبه لقناه المشاريع بزاف سقسيتوني عليها، راني فاتحتها بصح مازال ما حطيت فيها حتى فيديو، حتى نستف اموري كما يقولوا نستف افكاري ونحطها لكم ان شاء الله. وكاع المشاريع اللي خدمتها راني مصورتهم نحطهم لخواتاتي وكيفاش تسوقوا. شوفوا هنا بعد ما خمرت هذاك الخبزه غير حوالي ربع ساعه، حطيتها في الطاجين اللي كنت منقصت لها النار. ما نخليهاش تحمر من تحتها، نقلبها قبل ما تحمر. هذا هو السر الاول باش ينتفخ لكم المطلوع، نقلبها قبل ما تحمر. كما راكم تشوفوا هنا مازال ما حمارتش، راني قلبتها. هنايا هكا تنتفخ لنا الخبزه تاعنا. لو كتحمروها من تحت وتقلبوها ما رايحش ينتفخ لكم الخبز. شوفوا هنايا راه بدا ينتفخ، نبقى ندور فيها. شوفوا كيفاش انتفخت. نبقى نقلب فيها البنات حتى تحمر لي كامل، ونطيبها تاني من الحواشي. كاين اللي يقول لك نحوشها باش طيبنا كامل. شوفوا هذاك اللون، ديك المغرف تاع السكر اللي درناها كيفاش تجي ما شاء الله. اللون تاع المطلوع تقدروا ديروا مغرف نتاع حسن في بلاصه مغرف السكر. واحد تقسوني تاني باللي اسكو هاد الوصفه نقدروا نطيبوها في الكوشه. تقدروا تطيبوها في الكوشه نفس الوصفه هذه، طيبوها في الكوشه عادي يجيكم كيما الخبز السوري عادي، يجيكم خير من الخبز السوري، تجيكم ما شاء الله. هاد الوصفه نخدم بها طاجين تاع الطين ونخدم بها خبز تاع الكوشه، حتى طاجين مشبك نفس الوصفه. نكمل البنات كامل المطلوع بنفس الطريقه ونطيبها تاني قلت لكم في الجناب باش طيب لي كامل. شوفوا كيفاش انتفخت لي ما شاء الله البنات. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم واستفاديتوا. ما تنسونيش بهذيك الجام هكا باش ننشط ونتشجع، ونحط لكم الوصفات اللي توالمكم. راه جاي الصيف ان شاء الله، وجاي لي كراتان ولي بلا والتحليات. كثروا لي جام برك ونزهيكم ان شاء الله بالوصفات. واي استفسار خلوا لي تعليقاتكم وانا جاوب اخواتي. مطلوع هذا ناجح وتقدري ديري حتى مشروع اللي راهي بيت بيعه، راهي نتباع كاتميل للحبه للمطلوعه كيما نقول لك كاتميل. خليه يبرد وديريه في الساشي وبيعي على روحك، وربي يوفق الجميع ان شاء الله ويفتح عليكم ابواب الخير. نكمل كامل المطلوع ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ونقسم لكم هذيك المطلوع كيفاش يجي فيه دوك الثقوب ويجي فارغ غير تاع لي ساندويش. تقدري ديريه خبيزات صغار وديري ساندويشات. تبغي تخرجي وليداتك مثلا الغابه ولا تروحي للبحر ولا ديري هذه الوصفه وخلوا لي دعاوي الخير ولكم بالمثل. نكمل البنات المطلوع ونرجعوا باذن الله. وهذا هو المطلوع نتاعنا راه حاضر. الريحه ما عندي ما نقول لكم، البنه اتهبل يجي بنه زمان بنه الحراير. شو نقول لكم جربوا ان شاء الله وخلوا لي في التعليقات. شوفوا كيفاش كي تخبزوها كيعاود يولي. هذا هو المطلوع اللي راكم اتحوسوا عليه كامل. هذه المره رايح ينجح لكم باذن الله وتولي ان شاء الله الوصفه المعتمده عندكم. نقسم لكم تشوفوا المطلوعه كيفاش جات. تسمحوا لي بنوتي راهي دايره حاله ولا غالب ما لقيتش كيفاش ندير المونتاج. لو كان ما نمونطيش دركا قعدت نرقدها نروح نقضي صوالحي. دركا مادامها حدايا قلت نمونطي لكم الفيديو باش كامل تسجلوه لعيد الاضحى.
شوفوا كيفاش يجي فارغ من الداخل، فيه دوك الثقوب، يهبل يهبل. شهيتكم في الجنة خواتاتي. هنا يكمل لا فيديو تاعنا، نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وربي سبحانه عز وجل من وهاب، ويعطيك اشياء ويدير لك فيهم ديفو عليها. قالوا العلماء يعطيك سياره وخطراش ديك السياره ثقيله في العقبه، يعطيك سكنه ويدير لك زوج جوارين شويه كيوالو حلاك، يعطيك زوج ولا زوجه فيهم كالكو ديفو. بنادم كاع ماهوش كامل، علاه يدير لك ذي ديفو؟ ليه ربي ما يعطيكش، يعطيك حاجه كامله باه ما تركنش للدنيا، باه تعرف باللي الدنيا منغصه.